ازاي احسن علاقتي بالسوشيال ميديا؟ محتاج تعمل حاجه واحده بس علشان خاطر توصل ل 90% تقريبا من الموضوع ده، انك تحسن علاقتك بالسوشيال ميديا بشكل عام وتكون مفيده اكتر ليك، بدل ما هي بتبقى مضره وبتحسسك ان انت ضيعت وقت وبتحسسك بالذنب في اوقات ما. الحاجه دي انك هتدخل على السيرش تبحث دايما على حاجات ايجابيه، ما تبحثش على اي حاجات سلبيه. وانت بتشوف مثلا فيديوز وبتقلب فيها، حاول تعمل لايك للحاجات الكويسه او الحاجات المفيده او الحاجات اللي فيها اخبار ايجابيه، وديسلايك لاي حاجه فيها اخبار سلبيه، فيها مثلا اخبار وحشه، فيها كلام سلبي سوداوي. الحاجات دي كلها انفولو لاي اصدقاء بينشروا مثلا حاجات سوداويه والكلام ده كله. مش شرط ان انت تعمل لهم انفريند، بس ممكن تعمل لهم انفولو. الحاجات التافهه مثلا حاول قلل برضه ان انت تتفرج عليها، وحاول اعمل اهتمام كبير جدا للحاجات الايجابيه. هتلاقي فيسبوك او اي منصه تواصل اجتماعي بشكل عام شافتك بتهتم بالحاجات دي، فتبدا تظهر لك كل الكلام ده بعدين اكتر، فما بتشوفش بعد كده غير الحاجات الايجابيه، وبالتالي هتستفيد اكتر من اي وقت بتقعده على السوشيال ميديا، بدل ما هو بيضيع على الفاضي او بتحس بالذنب بعدها. فتحس حتى على الاقل بانه الوقت ده ما ضاعش هدر يعني، فتستفيد من معلومه او اتنين من اي حد بيلقي حاجه، وبالتالي هتبقى نقول استفدت. اتمنى المعلومه دي تكون عجبتك، واتمنى ان انت تطبقها. ما تنساش ان انت تشير الفيديو علشان تفيد ناس وتكون سبب في نفع الناس. ما تنساش برضو ان معلومه واحده ممكن تغير حياه شخص، فحاول تكون سبب في ده. وشكرا ليك.